هل سألت نفسك قبل كده ليه اليوم بتاعي بيضيع في ولا حاجة؟ مش عارف تتحكم في يومك ومش عارف ترتب أولوياتك، وكل اللي حواليك عمالين يستنزفوا طاقتك علشان تلبي رغباتهم بس. لو حسيت ان الفيديو ده لمسك فالفيديو ده معمول ليك، لان انا في الفيديو ده هقولك على 3 خطوات علشان تكون بيهم اناني وبذكاء، علشان تعرف تحقق كل اللي انت عاوزه. اول خطوة معانا وهي انك تحط حدود واضحة، انك ما تقبلش ان وقتك وطاقتك يضيعوا في اي حاجة وخلاص. لازم تكون عارف كويس قوي وقتك وطاقتك بيتصرفوا في ايه، ولازم تعرف كويس قوي امتى تقول لا، امتى تقول لا للحاجه اللي تعطل وقتك، امتى تقول لا للحاجه اللي بتستنزف من طاقتك وما بتفيدكش باي حاجه. لما حد يطلب منك حاجه مش لازم دايما تكون انت الشخص اللي بيبادر انه يعمل، لازم دايما تفضل راحتك الشخصيه واهدافك ورغباتك عن اي حد تاني. الخطوه الثانيه هي انك تستثمر في نفسك، انك تملى وقت فراغك في حاجه تطورك وتطور في شكل مستقبلك. لو عاوز تعرف ازاي تطور من شكل مستقبلك كويس قوي اكتب لي تحت في الكومنتس، هبعت لك حاجه هتفيدك جدا. الخطوه رقم 3 بقى، ودي خطوه مهمه جدا، من غيرها الخطوتين الاولانيين حرفيا ما لهمش لازمه. الخطوه دي هي انك تحدد وتعرف كويس قوي مين هم الناس اللي انت بتتعامل معاهم، تبقى عارف كل العلاقات اللي انت بتتعامل معاها وموجوده في حياتك ان هي علاقات هتفيدك، علاقات هتطورك. مش كل كلامهم سلبي، مش كل كلامهم عن الناس التانية، مش كل كلامهم عبارة عن كلام في الماضي، مش كل كلامهم عبارة عن تقطيم وكلام سلبي. لازم تخلي كل العلاقات اللي موجودة في حياتك علاقات إيجابية علشان تزقك وتطورك وتحسن من شكل مستقبلك. ولو عاوز تعرف أكتر عن العلاقات اكتب لي تحت في الكومنت كلمة علاقة وهبعت لك حاجات تفيدك جدا. ولو الكومنتس كترت قوي إن شاء الله هيكون ده موضوع الفيديو الجاي.